السلام عليكم. أهلا بكم في عالم التطبيقات. لو أنت مهتم بالجديد والمفيد في عالم التطبيقات، تقدر دلوقتي تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك مننا كل يوم جديد ومفيد في عالم التطبيقات، ونقدر نوصل لك كل التطبيقات اللي تهمك في حياتك، سواء كانت تطبيقات محلية أو تطبيقات عالمية، زي تطبيقات العقارات، تطبيقات السيارات، التطبيقات اللي بتسرق بياناتك أو بتستنزف حساباتك، وكمان تطبيقات التعارف. النهاردة هنتكلم عن تطبيق فساري. تطبيق فساري هو من أهم التطبيقات الفنية الموجودة على جوجل بلاي. التطبيق ده بيسموه بث الفن إلى العالم. التطبيق ده مساحته 2 ميجا بايت بس. حجم عمليات التنزيل ليه أكتر من 100 ألف عملية تنزيل تمت للتطبيق. التطبيق ده بيعتبروه أفضل منصة لبث الصور والفن في العالم كله. تقدر دلوقتي بعد تحميل التطبيق ان انت يكون عندك فن بجودة المتحف في جيبك او على الحائط. التطبيق ده هو منصة يقدر لكل الفنانين وكل الناس اللي عندهم هواية الرسم العالمية ان هم يبثوا صورهم ويبيعوا لوحاتهم عن طريق التطبيق. بعد تحميل التطبيق يقدر الأفراد يشوفوا صور الفنون الجميلة والوثائق الثقافية في تسلسل منظم جدا ومخصص، ومشاركة المفضلة لديك مع أصدقائك. يعني تقدر تشارك كل اللي انت عايزه لأصدقائك وحوالين العالم. المؤسسات الفنية مهتمة جدا بالتطبيق ده، وأصحاب الحقوق كمان بيقوموا بتوزيع صورك على أعلى منصة متاحة من حيث القيمة. دلوقتي هتقوم بإنشاء اشتراكات أو بيع قطع فردية أو جمع حقوق الملكية. انت بس اللي تقدر تقرر اللوحة بتاعتك أو الفن بتاعك هيوصل لحد فين أو هتعمل فيه ايه بعد تحميلك لتطبيق فساري. اتمنى اكون وصلت التطبيق ده بشكل سهل وبسيط، وياريت بعد تحميل التطبيق كل واحد يقول رأيه في التعليقات، سواء كانت تعليقات ايجابية او تعليقات سلبية، علشان كلنا نستفيد من التطبيق. ولو انت شفت الفيديو ده بعد فترة ولقيت فيه اي تجديد او تعديل او تحديث تم للتطبيق، ياريت تبلغنا بيه علشان نعمل لك فيديو جديد بالتطبيق ونوصله لك تاني بشكل اسهل واسرع وافضل. اشترك دلوقتي في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك مننا كل يوم جديد ومفيد في عالمنا، عالم التطبيقات. او تقدر دلوقتي ان انت تتواصل معانا عند اي مشكلة او استفسار او معلومة على موقع مراجع برامج الموجودة على صفحتنا على الفيسبوك. اشترك دلوقتي في القناة وفعل الجرس.